السلام عليكم. بعد هذا الغياب اللي كان طويل شويه، نبداو عاوتاني بعض الاقتراحات اللي نالوا الاعجاب ديالكم. غادي نديرو كغاتان بالجوانح ديال الدجاج. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح. غادي ناخذوا البصله تنديروها دوائر، كنديروا معاها شويه الملحه والابزار، شويه الزيت، كنخلطوها مزيان، كنحطوها جانبا. تيكونوا ديجا عندنا جوينحات ديال الدجاج مغسولين طبعا مزيان ومرقدين في الملحه والحامض ومستقطرين بطريقه مزيانه. فكناخذوهم كنديروهم الماريناد اللي كنديروا معاهم ملحه والابزار، شويه د الخرقوم وشويه السكينجبير، ولا عندنا لا موطاط حتى هي كنزيدوها، فلفله حمراء باش كطلع داك اللوين مزيون. كنخلطوهم مزيان مع شويه ديال الزيت وتنخليوهم جانبا في الثلاجه. كنغطيوهم حتى كيبقاو واحد نص ساعه د المكانه، ساعه د المكانه، باش ديك التوابل كتشربها داك الجوانح. من بعد تنكونوا خدينا خيزو وقشرناه درناه دويورات، والقرعه حتى هي خديناها هكا وصوبناها ودرناها دويورات. ومن بعد كنديروهم حتى هما نفس الماريناد، تنكونوا ديجا موجدينها في شي بانيو. فكناخذوا منها شويه وكنخلطوهم. تناخذوا المول الكغاتان تنحطوا فيه ديك البصله اللي درناها دوائر، وداك الخيزو والقرعه حتى هما اللي درنا لهم الماريناد. ومن بعد داك الجوينحات تنكونوا جبدناهم حتى هما غادي نستفوهم بحال اللي باين لكم في الصوره. وداك الطريف الحامض حتى هو تنحطوه صافي. من بعد كناخذوا مطيشه كنديروها دوائر، لا ماريناد ديجا عندنا راها مصوبه، والبطاطا تنقطعوها حتى هي دواوار وكنديروا ليها الماريناد اللي غنحطوها في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف. وهذه اضافه يمكننا نزيدوها ان بحال دابا البطاطا كانت شويه ما فيهاش اللون، فزدت شويه فلفله حمراء حتى الاخر باش كطينا ديك اللوين مزيون في التحمار. وديك الساعات تنخلطوا داكشي مزيان مع الزيت كنضيفوها، والملحه ضروري باش نحسنوا المذاق مزيان صافي. وكنستفوا هذاك الشيء من الفوق. تناخذوا فيلم اليمونتير تنغطيو به المول الكغاتان وكندخلوا الفران تيكون بارد. يمكننا نسخنوه قبل ماشي مشكل صافي على 65 درجه، على كيكون يلا تيبدا تيسخن صافي. غادي نغطيوه وندخلوه الفران، كنخليوه 45 دقيقه. من بعد كنقصوا ملي كنبدا كنشوفوا الفران بدا كيسخن كنقصوا شويه من دوغري حتى 50 بحال هكا، وكنتابعوا التوقيت. كنحيدوا له من بعد الفيلم اليمونتير من الفوق، كنخليوه يتحمر مزيان. يعجبكم هذا الاقتراح بالصحه والراحه، والوصفات ان شاء الله اللي تكون حتى هي في المتناول وتكون في الاستحسان ديالكم.